السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايما يا حلوين. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض الكيمو كونو. هنعمله بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وبصراحة زمايلي في اليوتيوب يعني أبدعوا فيه كلهم بصراحة. ومش هقدر أقول مين بالظبط اللي عمله، ناس كتير عملته، بس عشان أقول أول واحدة شخص معين، فمش هنكون عارفين حقيقة الأمر. بس المهم إن الكل أبدع فيه بجد. هنعمله النهارده بطريقه حلوه وبسيطه، تكات خفيفه كده هنحطها. وبجد الطريقه في منتهى الجمال، وواثقه ان شاء الله ان انتوا دايما هتعتمدوه. هنعمله بطريقه سهله ومن الورق بتاع البيت كمان، ما تقلقوش خالص. كل حاجه هتكون موجوده في البيت، وهنعمله من غير اي صعوبه خالص. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده ودي قناتي. اعملوا لايك واشتراك، ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هبتدي بيها هي تجهيز الشوكولاته. انا هنا معايا بار من الشوكولاته، السما، القالب السما او فينا الاحمدي. لو انتوا بتجيبوا القالب الكبير هتاخدوا منه 200 جرام. تمام، هيتبقى على فكره من 200 جرام ده، بس احنا عاوزين بس قالب 200 جرام، ما يقلش عن كده، عشان حجم البسكوت اللي انتوا هتستخدموه بيختلف من حجم للتاني. في احجام بتكون صغيره وفي احجام بتكون كبيره. انا هنا دفيته على حمام مائي، يعني غليت ميه وحطيت الميه في بوله كده حراري، وحطيت الكوبايه بتاعه الشوكولاته دي في الميه. تمام كده، مع التقليب المستمر. اول ما بتدوب بضيف عندي 3 معالق كبار من الزيت. ومهم قوي يا جماعه ان الزيت بتاعنا يكون نوعه نظيف، عشان ما يعملش ريحه او طعم مش مرغوب فيه في الشوكولاته بتاعتنا. اما هنا بقى دي البسكوته بتاعتي اللي انا هعملها بالايس كريم. البسكوته دي بتيجي من عند محلات ادوات او مستلزمات الحلواني، او ممكن تكون عند العطاره الكبيره. تمام، يعني ممكن تلاقوه هنا او هنا. الكيسه اللي انتوا شفتوها على بعضها دي تقريبا بيكون فيها 17 واحده، حجمها بيكون ب25 جنيه. الكميه دي عاوزه اقول لكم انه ولادي اصلا اكلوا منها وهي فاضيه كده. تمام، فهتلاقوها مثلا ناقصه 3 ولا حاجه. خلاص كده. اول حاجه بقى ببدا ان انا اعملها، ان انا بغلف البسكوته بتاعتي من جوه كده بالشوكولاته. وطبعا بكون مجهزه جنبي كوبايتين فاضيين، عشان اللي اخلصها احطها في الكوبايه. زي ما انتم شفتوا كده، بجيب الكونو بتاعي وبنزل فيه بكميه كده من الشوكولاته. ما تقلقوش، اغلب الكميه دي هتنزل تحت. تمام، لما بحط فيها الشوكولاته بقعد اقلب كده فيها، بنزلها وانا بقلب عشان تغطي كل الكونو بتاعي من جوه. وبنزله كده طرفه بحاجه خفيفه خالص، ان هي بس تعمل خط كده شوكولاته بني من بره. تمام، الخطوه دي بتساعد ان الكونو بتاعي يفضل مقرمش لاخر فتره يا جماعه. تمام، او لحد لما يخلص معانا في ايدينا. تمام كده. لو ما حطناش الشوكولاته فالبسكوته هتطرى كده من الايس كريم. واللي بخلصها بقى على طول بحطها في الكوبايه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام، كرر الموضوع تاني، باخد كميه من الشوكولاته تاني وبنزل بيها في البسكوته بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. خلاص كده، وببدا ان انا انزل كده الشوكولاته مع التحريك، ان انا كل الشوكولاته بغطيها كده من كونه زي ما انا بعمل بالظبط. خلاص، الكميه الشوكولاته كلها الزياده بتنزل بره، ولو اتبقى كميه بسيطه بتترسب بقى تحت كده، بتعمل لنا قطعه الشوكولاته الحلوه اللي بتكون في اخر البسكوت، اخر حته كده في الجيلاتيه بتاعتنا. تمام كده. وبعد كده ما بخلصها بنزل بس تاخد طرف خفيفه خالص من فوق زي الجاهزه كده بالظبط يا جماعه. ولما تيجوا تحطوا بقى البسكوت بتاعكم في الكوبايات، مهم قوي ان انتوا ما تلزقوش في بعض، عشان احنا لسه هنحطه في الفريزر لحد لما الشوكولاته دي تنشف عليه. عشان لو لزق في بعضه الشوكولاته هتلزق في بعضها في البسكوت، ولما نيجي نفصلهم عن بعض البسكوت بتاعنا هيتكسر. تمام كده. بكمل البسكوت بتاعي بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. مفيش اسهل من كده يا جماعه، ولا ابسط من كده خالص. بخلص كل كميه البسكوت اللي معايا بنفس الطريقه. عاوزه اقول لكم انا عملت تقريبا، هما كانوا 17، ولادي اكلوا 3
وهما ناشفين كده، فاتبقى 14 بسكوته. فعملت 14 بسكوته يا جماعه، حجمهم كان وسط، لا هو صغير ولا كبير، يعني كان حجمهم زي اللي بنشتريه كده من بره. لكن في انواع بسكوتات تانية بتكون كبيره يا جماعه. تمام. لاحظوا بقى انا حاطه ازاي البسكوت، شايفين انا مش لازقاه في بعضه، وده مهم قوي. هخلص كل الكميه بقى بتاعتي بنفس الطريقه، وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. قبل ما انسى، لما بخلصهم كلهم بحطهم على طول في الفريزر لحد لما بجهز معايا خليط الايس كريم. نيجي بقى للمكونات بتاعه الايس كريم. في الخلاط عندي هنزل ب3 كوبايات كبيره معياريه من الحليب البارد يا جماعه. تمام. 3 كوبايات دول اللي هي الكوبايه كانت 250 مللي، ممكن 3 كوبايات من اللي هم مج الشاي العادي الموجودين في كل بيت عندنا. وعليهم بعد كده هنزل عندي ب4 معالق كبيره معياريه من السكر. لو حابين ان هو يبقى مسكر شويه عن كده ممكن تزودوا معلقتين كبار من السكر، وممكن تسيبوه كده كده هيبقى سكره هادي وحلو قوي. مش هتحسوا ان انتوا مثلا تقال كده في الصيف في الحر ده، خصوصا ان الصيف عاوز سكريات اقل وحاجات ساقعه كتير. تمام كده. اشغل عليه الخلاط على سرعه عاليه. تمام كده. يعني دقيقتين كده واقفل وارجع تاني اضرب، يعني انا بس بريح الخلاط وارجع تاني اشتغل لمدة 5 دقايق يا جماعة. السكر يدوب وهيعمل معايا كمان الرغوة اللي بتكون على الوش ده هنا شكل كده الرغوة اللي انا بقول لكم عليها يا جماعة. بعد كده هزود عندي كوباية ونص من بودرة كريم شانتيه اللي هي الخام. انا استعملت الكوبايه اللي كانت معايا دي نص كوبايه معياريه، فهاخد منها 3 انصاص، يعني كوبايه ونص. تمام كده. المهم ان الكريم شانتيه نص كميه اللبن. طيب يا فريدة، ينفع نعمل الوصفة دي بمية مع لبن؟ مفيش مشكلة خالص. ينفع تعملوها بمية بس كمان، بس هو احنا حاطين لبن عشان تكون صحية اكتر وولادنا يقدروا يستفادوا باللبن. تمام كده. فبنزل ببودرة الكريم شانتيه الخام. حاولوا تنزلوا بيها خام، بيكون احسن بكتير وقوامها بيكون افضل بكتير من اللي هي اللي فيها سكر يا جماعة. تمام كده. واختياري عندي نزلت بمعلقتين كبار من الحليب البودر، مش حابين ان انتوا تضيفيهم مفيش مشكله خالص. انا حطيتهم. واللبن اللي انا مستعملاه اللبن اللي هو البلدي العادي. لو هتستعملوا البلدي ممكن ما تحطوش اللبن البودر، ولو هتحطوا مثلا لبن معلب او ميه فحطوا لبن بودر، بيديله كده طعم غني شويه يا جماعه. واخدهم بقى كده على الخلاط لحد لما يعني ايه قوامهم يتماسك. شايفين هنا القوام بقى عامل ازاي؟ تعالوا كده اوريهولكم بالمعلقه. شايفين قوامه متماسك وحلو ازاي؟ لكن في نفس الوقت هو مش زي كريمه الشانتيه اللي بنعملها مثلا للتزيين الجاتو والكلام ده، لكن قوامها تقيل قوي يا جماعه. تمام. ده لانها خام، لان احنا مضاعفين كميه السوائل. خلاص كده بجيب الجوانب كده بقلبها عشان لو فيها اي بودرة كريم شانتيه او حليب بودر ما تقلبش. اخده تاني تقليبه كده برضو بالخلاط لحد لما كل حاجه تتخفق كويس. ده بس كده. ده لو انتوا بقى عاوزينه يكون نكهته بالفانيليا هتسيبوه على كده. اما لو حابين تعملوه شوكولاته تزودوا في الكميه كلها شوكولاته. لو عاوزين زي ما انا عملت كميه شوكولاته وكميه فانيليا، فنص المكونات دي يا جماعه يعني نص كميه الايس كريم دي هناخدها كده في كيس حلواني، والنص التاني هنحط عليه جناش شوكولاته. طبعا كان عندي جناش شوكولاته كنا عاملينه مع بعض قبل كده. جناش الشوكولاته ده اقتصادي جدا، عباره عن كوبايه من الحليب وكوبايه من السكر ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني ونص كوبايه من الزيت، وبضربهم كلهم في الخلاط لحد لما قوامهم بيتماسك بالشكل ده. بنزل بقى على خليط الايس كريم بتاعي بمعلقتين كبار من جناش الشوكولاته. طب لو مش عاوزين نحط جناش شوكولاته، الشوكولاته اللي احنا مسيحينها دلوقتي هاخد منها معلقتين كبار وهضيف عليها معلقه كبيره من الحليب واقلبهم كويس واضيفهم على خليط الايس كريم ده يا جماعه.
تمام كده. يعني الموضوع سهل خالص، سواء بالجناش او بالشوكولاته اللي احنا مسيحينها دي او دي، مش هتفرق خالص، والاتنين هيدونا على فكره نفس النتيجه بالظبط. خلاط بقى كده اضربهم كده شويه مع بعض لحد لما لونهم كلهم يتحول للون الكافيه كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، ده هنا القوام بتاعه. طبعا قوامه تحسوا انه ساد شويه، ده طبيعي عشان احنا حطينا جناش شوكولاته، فما تقلقوش خالص يا جماعه. يعني هو كده قوامه برضو مظبوط وحلو، وهيبقى كريمي خالص معانا. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل الايس كريم ده او هنحطه ازاي في البسكوته بتاعتنا من غير ورق فاكيوم، وبحاجات ورق عادي خالص بتاع الكراريس. هنعمله بطريقه سهله قوي. بصوا هنا انا جبت كده ورقه من الكراسه، بس المهم ان هي تكون نظيفه مش مكتوب فيها. تمام. وببدا ان انا اعمل قرطاس كده على البسكوته بكل سهوله لحد لما يكون شكلها كده. بس حاولوا ان الورقه تكون طالعه كده عن البسكوته بشويه كويسه، عشان يا جماعه لما نيجي نحط الايس كريم يبقى مرتفع شويه. وبجيب السولوتيب عندي، بمشي بس اهم حاجه عندي على الدوران بتاع البسكوته من فوق، بثبته عليه عشان لما اجي احط ايس كريم ما تبقاش متهويه، فالايس كريم ينزل كده على البسكوته. خلاص هعمل معاكم كده كمان كام واحده. شايفين؟ بجيبها بحطها اهوت، وبمشي كده كأني بعمل قرطاس، بس بمشي على البسكوتة عشان اظبطه كده وماسك عليه. وما تقلقوش خالص، ده هيكون حلو قوي معاكم ومناسب وسهل على فكرة كتير. بالمناسبة انا رحت اشتري ورق فاكيوم، بصراحة ما لقيتش خالص. يا ريت لو في حد بيتابعني من هنا من الاقصر يقول لي بتجيبوا منين مستلزمات الحلواني. يعني انا رحت اكتر من مكان قالوا لي ان مفيش عندهم ورق فاكيوم ده، وبما ان انا مش من البلد نفسها فمش عارفه بصراحه اجيب منين. بس كان لازم طبعا يعني نتصرف في الموضوع ده، فقررت ان انا اعمله بالورق يعني بجد يا جماعه بصراحه الورق سهل جدا. يعني الورق الفاكيوم اللي مش هيبقى واخد عليه هيلبخه شويه، هيزفلط كده منه شويه. فحقيقي الورق يعني حلو قوي. تمام كده. لكن هو بس للفاكيوم يا ريت تقولوا لي عشان الطرط والكلام اللي انتوا عارفينه ده. بجيب السولوتيب تاني وبلزقه كده. مهم قوي ان انا اثبته، واهم حاجه ان انا اثبت من فوق، مش مهم من تحت. انا بلزق على فكره من فوق بس عشان يثبت معايا، واضغط كده بيه على البسكوته. خلاص كده. بكرر بقى نفس الحكايه لحد لما اخلص كل الكميه اللي معايا كلها، عشان اخد بقى الشكل بتاع البره الكيمو كونو بتاع بره اللي بيكون نصه ابيض ونصه شوكولاته. انا حطيت الكيسين الحلواني في كيس واحد حلواني، وهبدا ان انا اقصه كده واحشي بيه الكيمو بتاعنا. تمام. قصيته كده جزء لا هو كبير قوي ولا صغير قوي، هو كده كده قوامه سائل فهينزل معانا بسهوله يا جماعه. وواحده واحده كده وانتوا بتعملوا عشان ما تبهدلوش الدنيا او يوقع منكم من الكيس بعد لما تقطعوا. خلاص شايفين بقى بنزل كده وبضغط، شايفين؟ بمنتهى السهوله كده. ما تقلقوش الورقه مش هتبوش ولا يحصل لها اي حاجه. المهم ان انتوا لما تحطوه تبقوا حاطينه كده وظابطينه، يعني ما تخلوهوش مكفي على ناحيه الطبقه اللي هي الصغيره، خلوه مطروح كده للناحيه الكبيره دي. وهحطه تاني في الكوبايه بتاعتي، وهبدا ان انا احشي كل الكميه تاني بنفس الطريقه. شايفين؟ مفيش اسهل من كده بجد يا جماعه. الموضوع سهل جدا جدا ومش هياخد معاكم خالص وقت. ممكن وانتوا بتحطوا الايس كريم بتاعكم تحطوه كده بشكل دوران، تقعدوا تلولوه كده فيه من جوه، برضو يكون حلو قوي. فانا شايفين زي ما انا بعمل كده، يعني تحطوه دوران كده. خلاص ده او ده مفيش مشكله. كنت هنا بعمل وكان ابني بياخدهم مني بيرصهم مني في الكوبايه. بجد يا جماعه كان يعني تجربه حلوه قوي وعجبت ولادي جدا. شايفين الجمال؟ رهيبه بجد يا جماعه. شايفين؟ بنفس الطريقه دي، طريقه بسيطه وسهله وخفيفه خالص. كان خلاص معايا نكهه اللي هي الفانيليا، فهبدا هنا كان معايا في الخلاط بقى شويه من الشوكولاته لسه، فهبدا ان انا اعمل كيمو كونو شوكولاته. تمام كده. وباخدهم برضو بحطهم في الكوبايه بنفس الطريقه.
خلاص. خليكم بس حريصين وانتوا بتحطوه في الكوبايه، ان انتوا ما تطرحوهوش على الحته اللي فيها الورقه الصغيره. تمام يا جماعه، زي ما انتوا هتشوفوا كده ابني كان بيحطها وكان بيحاول ان هو يظبطها كده، يعني ما كانش بيسيبها الا لما بيجي ياخد واحده تانية مني ويثبتهم كده ببعض. تمام، الموضوع مش صعب ولا متعب ولا اي حاجه، وبتحطوهم في كوبايات عاديه خالص. وعلى طول بقى لما بخلصهم بحطهم في التلاجة. بس قبل ما بحطهم في التلاجة نسيت اقول لكم ان انا حطيت الاول على وشهم مكسرات. المفروض عشان يكون زي اللي يكونوا بره بنحط سوداني، بس كان عندي بندق مجروش كده باقي من تزيينات العيد، فحطيت كده في كل واحد كل واحده كده حاجه بسيطه. خلاص كده. طيب بعد كده هجيب الشوكولاته اللي احنا كنا مسيحينها وهحط فيها معلقه صغيره وابدا اديها خطوط بس كده على الوش زي الجاهزه كده اللي احنا بنشتريها. اول لما احط الشوكولاته عليهم بقى بدخلهم في التلاجة لمده ما تقلش عن ساعتين او 3 ساعات، يعني على حسب نوع الفريزر بتاعكم. ممكن تعملوها بالليل، انا عملت الكلام ده كله بالليل وتاني يوم الصبح شلت الورق من عليه. تمام كده. يعني هو اقل وقت يا جماعه 3 ساعات او 4 ساعات مثلا، ممكن 3 ساعات وتلاقوه اتماسك وبقى حلو قوي. تمام كده. كله يعني بيختلف كده على حسب نوع التلاجة. باخدهم بقى على طول في الفريزر بتاعنا، وبعد كده بيخرجوا بيكونوا بالجمال ده هنا واحدة كده كان عندي الفضول بعد مرور ساعتين يا جماعة، وشلت منها الورقة عشان اشوف شكلها يبقى عامل ازاي. شايفين يعني اتفكت بمنتهى السهولة وكانت متساوية بنفس الطريقة دي. شوفوا بقى الجمال. شوفوا انا بشيل هنا الورقة بمنتهى السهولة، مش لازقة في الايس كريم ولا اي حاجة. تمام. وعلى طول هشيلها. خليكم معايا. اللي كنت بشيلهم على فكرة على طول كنت بقول لولادي دخلوهم الفريزر عشان لما افك بقية الورق، لان طبعا الجو حر جدا يا جماعة، لما بفك بقية الورق ما يزحوش. تمام. فممكن تخرجوا كده واحدة على القد، يعني اللي يحتاج واحدة ياخدها ويقشرها وياكلها على طول. بجد هتلاقوها حلوة قوي وقوامها كريمي ورهيبة خالص. شايفين الورق بيتشال بمنتهى السهولة. ودي هنا بقى انا ما كنتش شايفه خالص يا جماعه اللزقه اشيلها منين، فبالمقص على طول وقمت قصاها وطلعت معايا بمنتهى السهوله دي. شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ رهيبه يا جماعه بجد. وعلى طول برضو بكمل بنفس الطريقه لحد لما اخلص كل الكميه. شايفين بقصها ازاي بالمقص اهي، نفس الطريقه كده بالظبط، وبيخرج معايا بقى بالجمال والشكل الحلو ده. بحطهم بس شويه كده في التلاجة يتماسكوا شويه، وبعد كده بحطهم عادي في طبق التقديم. شوفوا لي بقى هنا الجمال. شايفين شكل الطبق عامل ازاي كده، وفي الكونو بتاعنا شايفين شكل الكونو بجد عامل ازاي يا جماعه. بجد لو اقول لكم ان هو احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، واللي هو الغالي كمان. طعمه رهيب، طعمه ملكي قوي. البسكوته كده مقرمشه ومليانه ايس كريم، مش حاجه خفيفه. سكره هادي مقارنه باللي بنشتريه من بره. بجد يا جماعه ولادي حرفيا عجبهم ده اكتر من اللي بيشتروه من بره. طعمه في منتهى الجمال، استحاله كده لو قدمتوه لحد يتوقع ان انتوا عاملينه في البيت. طعمه حلو قوي بجد. شكرا للي اخترعت الوصفه دي يا جماعه، واللي في الحقيقي كل ما اشوف حد هو اللي اخترعها هتلاقي لا في حد قبله. فبجد مش عارفه اوصل لمين اللي عملها بالظبط. بجد شكرا من كل قلبي على الوصفه الجميله دي. حبيت ان انا اشاركها معاكم، وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الوصفه دي. انا واثقه ان شاء الله ان انتوا لما تجربوها انتوا دايما هتعتمدوها، هتاكلوا ايس كريم ميلكي وطعمه حلو مش بيتعب الزور، لذيذ قوي وولادكم بجد هيحبوه، وهتعتمدوه دايما في الصيف، ومش مره واحده، دايما هتعتمدوه على طول. فلو انتوا ناويين تعملوه جيبوا كميه بسكوت كده تكون كتير عندكم، لان لو عملتوه مره استحاله ان انتوا ما تعملوهوش تاني.
بس كده خلاص. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه، ضروري لازم تشتركوا عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بقدمه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه يا حلوين.